باش تقتل الانسان وتقطعو طرافي وتشوي الكبده ديالو وتاكلها بلا ما تحس بتأنيب الضمير او بلا ما توعى على راسك، خاصك تكون حاجه من جوج: يا اما مرفوع لك القلم، يا اما ضميرك ميت وعديم الانسانيه. قصه هزت مدينه الدار البيضاء هي القصه اللي غنسردها لكم اليوم، واللي ان شاء الله تنولوا منها العبره. طبيعة الحال قبل ما نروي القصة، نتمنى أنكم تدخلوا عندي القناة حكايات ويوميات وتابوناو وتفعلوا الجرس، حركة الاكسبلور، جيم، كومنتير وبارطاج. أنا في حاجة ماسة أنكم تابوناو وتفعلوا معي أكثر وأكثر باش تشجعوني أنني نجيب لكم قصص واقعية من الواقع وهزة الرأي العام، من أجل الإفادة والاستفادة، وناخذ العبرة والحكمة من كل قصة. لكن دعموني وشجعوني باش نعطي أكثر وأكثر مشاهدين ومتتبعي قناتي وقناتكم المحبوبة بإذن الله، اللي غتكون قناة عائلية، هي قناة حكايات ويوميات. كيف ما قلت لكم، قصتنا اليوم قصة هزت مدينة الدار البيضاء. أبطال ديالها واحد الأسرة مغربية كتكون من واحد الزوجين، رشيد وفوزية. رشيد وفوزية اللي تزوجوا عن قصة حب كبيرة رغم رفض العائلة ورفض الناس. علاش كيقولوا الفوزية انت علاش غتزوجي بسكيري؟ بحكم ان رشيد كان مبلي، ولكن واخا كان بلي فوزيه كانت متمسكه به. كانت كتقول لهم لا، راه واخا بلي راه حنين، راه راجل ونص، راه ظريف، راه غنعيش معاه مزيان. وفوزيه دارت الثقه الكامله في رشيد وتزوجات به. وفعلا رشيد ما خذلهاش، كان كيعاملها زوين، كان حنين فيها، مهلي فيها، موكلها، مشربها، مهتم بها، قايم بالواجبات ديالو رغم البليه. وفوزيه كانت كتقول ان شاء الله واحد النهار ربي غيعفو عليه، وكانت فرحانه لدرجه انهم ولدوا 6 الوليدات بدون اي مشاكل. حتى جا واحد النهار وتقلب الدنيا سفاهله عليها، ورشيد غيولي انسان اخر، غيولي كيجي سكران وكيحيح عليها في الدار. الجيران كيسمعوا الشوهه، السب والقذف والطعن في الشرف، كتوصل بعض المرات حتى للضرب والاعتداءات. هاد الامور تطورات كتر وكتر نهار على نهار. وفوزيه بدات كتعيا وكتقول ما نقدرش نرجع عند عائلتي، ما نقدرش، لانهم غيلوموني وغيقولوا لينا نهار الاول قلناها لك. اشنو وقع؟ اشنو تبدل؟ فوزيه سؤال كيدي وسؤال كيجيب، وراس كيدي وراس كيجيب، لكن ما قادراش تخوي دارها، خايفه من نظره المجتمع وخايفه من هضره ديال الناس. حتى لواحد النهار اللي غيبدا يتردد على المنزل ديالهم مصطفى، اللي هو الصديق الروح بالروح ديال رشيد. مصطفى ولا كيجي كيسول على فوزيه وعلى الوليدات، اي حاجه خاصهم كيجيبها لهم، من تقضيه، من دانونات، من الملابس، كيهتم بهم وكيعطيهم داك الحنان وكيعوض لهم داك الفراغ اللي شكلوا لهم الاب ديالهم. فوزيه هنا بدات كترتاح مصطفى، ومره كان كيجي كيتعشى عندهم، مره يتغدى عندهم، كيضايفوه حكم هو كيجي كيسول فيهم، كيقولوا له لا بقى معانا واحد شويه. فوزيه بدات كترتاح ليه، بدات كتعاود ليه همومها والمشاكلها والمعاناه اللي كتعاني مع صاحبو رشيد. ومصطفى بكل اذان صاغيه كيسمع ليها. طورات الامور كتر وكتر، وقعوا في المحظور، وقع اللي ما كانش كيطيح على البال، دخلوا في علاقه غراميه مع بعضياتهم. واحد نهاريات رشيد كيرجع لدارو، كيمشي عنده واحد في ولادو كيجري: بابا، عرفتي صاحبك عمي مصطفى؟ قال له مالو؟ قال له راه ديما كيجي عندنا فاش ما كتكونش، بعد مرات كيبقى يتغدى معانا، بعد مرات كيتعشى معانا، كيجيب لنا دانونات بابا، وكيجيب لنا التقضيه، وكيجيب لنا الحوايج. رشيد دمو سخن وبدا كيقلب في الطابله وغيحيح وعيط على مرتو. قالها فوزيه واش هادشي بصح؟ قالت له لا ما تفهمش غلط، راه غير كيجي كيسول فينا، جا عندنا داك النهاريات وشافنا ما عندناش الخضره وداكشي، وبقى مسكين مره كيجي يسول وكيقول لنا حسبوني بحال خوكم، راه ما بيناتنا والو. لكن رشيد ما تقبلاش ودمو شعل وناض قرب للدنيا فوق راس فوزيه، درجه شدها من يديها ولاحها من الشرجم من الدوزيام. فوزيه طاحت وتهرسات من يديها ورجليها، وعيطوا الناس للامبولانس، وقفوا معها المحسنين والعائله والجيران، كلهم وقفوا معها. فوزيه ملي جاو البوليس كيحقوا معاها شكون السبب شنو دار لها هادشي، قالت لهم غير طحت، ما بغاتش تيكلاري براجلها، راه عاد قالت لك لي العشره.
لكن بقات هازه في قلبها وحاقده عليه. تشافات فوزيه ووقف معها مصطفى حتى تشافات ووقفات على رجليها وطلبها للزواج. بطبيعة الحال بعد ما طلقات من رشيد لانها رفعت الدعوه ديال الطلاق مجرد ما صحات، وفعلا زوجات بين مصطفى ولا كيمشي يخدم. فوزيه هنات في دارها، لكن رشيد حلف ما يخليها هانيه، بغاش تسرط ليه علاش فوزيه مرتي وولادي عايشين مع راجل اخر، كيفاش صاحبي غدرني وتزوج بمرتي. فولا كيخلي مصطفى حتى كيمشي للخدمه وكيمشي يسكر ويجي يحيح على فوزيه سكنت بطبيعه الحال في دار جديده وحدا جيران جداد. مصطفى عفوا رشيد ما خلاش هنا بالجوره ديالو، ما خلاش هنا بزواجه. فيوميا ولا كيجي سكران وكيحيح ويعيرها ويسبها ويشوهها ويعاود القصه ديالها للجيران وكيفاش غدراتو مع صحابو. فوزيه ما تقبلتش الامر وحشمات، ولات كتقول مع راسها شوهني مع الجيران الاولين وجا دابا عاوتاني يشوهني مع الجيران، غيخرج ليا على حياتي. حتى لواحد النهار جا عاوتاني محيح، نزلات عندو فوزيه للدار، حلاتلو بقات كطلب فيه يسكت، ما بغاش يسكت، دخلاتو للدار وبركاتو في الطابله وعطاتو يشرب وهو كيغوت كيحيح وهي كتحاول تكالمي فيه باش الجيران ما يبقاوش يسمعوا صوته. بقات كطلب فيه حتى تهدن وسكت. لكن فوزيه خافت عاوت انه يغوت من جديد ويدير ليها الشوهه من جديد، وخافت يمشي لدارو ويعاود يسكر واحد النهار ويجي يحيي عليها عاوتاني من جديد. فاش دارت دخلت الكوزينه وقلبت على الليد ديال المهراز، عرفتي داك الليد ديال المهراز القديمه اللي كانوا عند جدودنا شحال هادي. مشات جابتها وضرباتو الراس، ما ضرباتوش غير ضربه وحده ولا جوج، بقات كتعطيه حتى طاح السيد بموتو. ففوزيه كانها كانت غائبه عن الوعي بلا ما تحس، فاقده للشعور. دخلات هزات جنويه مقده وجات قطعت السيد طراف وجبدات له الكبده ديالو وشواتها وكلاتها بدون ما توعى على راسها ولا انها تحس باشنو كدير. كالت على راحتها شي شبعات وجمعات الجثه ومحات معالم الجريمه ودات السيد القمامه طارو الزبل كيف ما كنقول. ومن تما مشات نيشان عند اختها، ما رجعاتش لدارها. الجثه طبيعه الحال غدا تلقى لانها مرميه في طارو. الشرطه غتحضر لعين المكان، غيديروا التحقيقات ديالهم، غيكتشفوا ان الجثه المرميه هي جثه ديال رشيد طليق ديال فوزيه. غيبقاو يحقوا اخر مره فين كان رشيد وعند من شفتوه داخل. الجيران كلهم شهدوا على ان اخر مره شافوه كان عند فوزيه الطليقه ديالو. طبيعه الحال فوزيه خاصها تحضر، بوليس بقاو كيقلبوا عليها حتى لقاو عند اختها، استدعاوها ومع التحقيقات فوزيه نهارت بالبكاء واعترفت بالجريمه اللي ارتكبت، وقالت لهم انها ما كانتش عارفه راسها اش كدير، ولكن راه صبرات اكثر من القياس حتى فاض بها الكاس كما كنقولوا وما حساتش براسها اشنو كدير، وفعلا انها هي اللي ارتكبت الجريمه. طبيعه الحال تم الاعتقال ديالها تم الحكم عليها بالمؤبد، مؤبد لانها جريمه كبيره هذه، قتل مع سبق الاصرار والترصد. لكن في الاستئناف تم تخفيض الحكم من المؤبد الى المحدد وحكموا عليها ب30 سنه. 30 سنه تقدر تموت وتقدر تبقى عايشه، مهم تحول الحكم 30 سنه. فوزيه رغم ان المحدد يعني السجن ولا محدد وتحول من المؤبد لمحدد، الا انها العقاب ديالها ما وقفش هنا. فوزيه غتصاب بواحد المرض خبيث، واحد الحساسيه غريبه جاتها، واحد المرض خايب. السبب ديالو كيقولها الطبيب هو ديك الكبده اللي كليتي كونات لك تسممات في الذات. راه ماشي سهل انك تاكل كبده خوك المسلم، راه ماشي كبده حولي ولا كبده بقره. هذيك الكبده ديال الراجل سبات لها في واحد الميكرو في الذات. وفوزيه حياتها ولات في الجحيم، عايشه داخل السجن، اسوار السجن. ما عارفاش واش غتكمل 30 عام وغتخرج وهي حيه ولا تقدر تموت قبل من 30 عام، خصوصا بعد الاصابه ديالها بهذا المرض. مشاهدينا القصه من هذا العبره من هذه القصه هو ان الانسان
مهما تعرض لضغوطات دائما يحكم عقله، لانه في لحظه عصبيه او في لحظه غضب ممكن توقع كارثه ويوقع ما لا يحمد عقباه. كتكون من مظلوم كتولي ظالم. فوزيه فاض بها الكاس حتى فقدات السيطره على نفسها بعد ديك الفضيحه اللي دار راجلها. شكون اللي خسر؟ هو مشى الروضه وهي خسرات حياتها وزيد عليها المرض ووليداتها ضاعوا والاسره تشتات. اذا علاش غنضيع حياتي مقابل لحظه غضب ونتسرع وندير واحد التصرف اللي غيدمر لك حياتك؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا العبره المستخلصه من قصتنا اليوم، ومازال قصص كثيره بطبيعه الحال كاينه في المخزون. فقط من اجل مشاهدتها ما عليكم الا تفاعلوا معايا اكثر واكثر، وتفعلوا الجرس كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو، تابوناو كومونتير جيم وبارطاج باش تقدروا تشاهدوا القصص المقبله اللي غنديرها في قناتي وقناتكم، قناتنا جميع حكايات ويوميات، لان كنعتبرها قصه او قناه عفوا كنعتبرها قناه عائليه تهم وتعم بالفائده. فما تبخلوش عليا بالمتابعه ديالكم. نختم بهذا الفيديو غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله، ونلقاكم في فيديو جديد. الى اللقاء.